التابعة لمركز طلخة بمحافظة الدقهلية مؤتمرا جماهيريا حاشدا شهده أكثر من 3000 مواطن من أبناء قرية دياسط، حملوا الإعلامي الدكتور توفيق عكاشة على أعناقهم معلنين تأييدهم له ولمواقفه السياسية الثابتة ولوطنيته التي تعد نموذجا للشباب المصري لكل من يعشق أرض الوطن. وتحدث عدد من أبناء قرية دياسط يتقدمهم الأستاذ علي عبد الباسط مؤكدين تأييدهم لحزب مصر القومي ورمزه الصاروخ، متمنيين أن تعبر مصر أزمتها وأن توحد الصفوف والجهود من أجل الوطن ومصالح البلاد العليا. ومن جانبه أكد الإعلامي الدكتور توفيق عكاشة أن برنامج حزب مصر القومي يرفع شعار ثورة التنمية البشرية وينادي بإطلاق ثورة قومية مصرية تحمل شعار التنمية البشرية تنفيذا وفعلا، وأن برنامج الحزب يعتمد على التنمية البشرية بجميع مجالات العلم والإنتاج بهدف تحويل الشعب المصري إلى شعب منتج على غرار الشعب الصيني والهندي والماليزي، وأن البرنامج يستهدف استثمار البشر من أجل العمل والإنتاج والبناء والتنمية الاقتصادية والتطور العلمي والتكنولوجي والزراعي. كما أن برنامج الحزب يضع الفلاح المصري في مرتبة الأحق بالرعاية، ويبدأ برنامج التنمية البشرية من الفلاح المصري وتدريبه وتطويره في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والإنتاج الداجني، كما أيضا له خطة في تنمية الثروة السمكية وتطوير العاملين بها ورفع أدائهم وكفاءتهم. وتلك هي القاعدة التي ينطلق منها برنامج التنمية البشرية لحزب مصر القومي لكي يتطور معه التصنيع الزراعي والصناعات القائمة على الإنتاج الحيواني، كذلك الصناعات القائمة على الثروة السمكية والثروة الداجنة، مؤكدا أنه لا يمكن أن يكون هناك برنامجا لشعب مصر بأسره إلا بإعادة صياغة السياسة التعليمية وإعادة صياغة المناهج التعليمية وإعطاء الأولوية للبحث العلمي والاهتمام برجال البحث العلمي بما يخدم قاعدة الانطلاق لجميع السياسات المتبعة في المجال الزراعي والحيواني والصناعات القائمة عليهم. كما أكد أن برنامج التكافل الاجتماعي ومظلة التأمين الاجتماعي هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بخطة الحزب في التنمية البشرية، لأن أكثر العاملين بالزراعة والإنتاج الحيواني والعاملين في الصناعات القائمة عليها لا يتمتعون بمظلة التأمين الاجتماعي والتكافل الاجتماعي. كما أكد أن برنامج الحزب في مجال الصحة هو برنامج ينطلق من التنمية البشرية أيضا من خلال العاملين في مجال الخدمات الصحية وإعادة المستشفيات الريفية وفي مجال إنتاج الدواء وإعطاء فرصة للزراعات التي تستخدم في صناعة الدواء ومواجهة الأمراض التي تؤدي إلى تراجع الإنتاج وضعف المواطن المصري. كما أكد أن هناك برنامجا في مجال التأمين الصحي لتكون مظلة التأمين الصحي المصري ينعم بها الشعب المصري بكامله، وأن يكون كل من له رقم قومي بدءا من شهادة ميلاده يتمتع بمظلة التأمين الصحي بدرجات مختلفة. كما تعرض إلى مستشفى دياسط التي أقيمت على مساحة 5 أفدنة. وطالب الأستاذ الدكتور فؤاد النواوي وزير الصحة والدكتور سعيد عبد الخالق رئيس جامعة المنصورة بالعمل المشترك بين المؤسسة العلاجية ومستشفيات جامعة المنصورة لاستثمار هذا المكان الحيوي والاستراتيجي بالنسبة لمحافظة دقهلية لكي يتحول إلى صرح طبي عملاق به فرع لمستشفى طوارئ المنصورة وفرع لمستشفيات الرمد والجهاز الهضمي والمسالك البولية، نظرا لوجود المساحة الشاسعة التي تتخطى 20,000 متر، مؤكدا أنه إن تم تقسيم هذا المكان إلى 4 أفرع كل فرع به 5,000 متر يقام عليها فرع من أفرع مستشفيات المنصورة الجامعية، وخاصة مستشفى طب الطوارئ التي تئن من ضيق مساحتها وضعف قدراتها الاستيعابية بالرغم من النجاح الكبير الذي حققته. وطالب الحضور بالتوحد من أجل مصر وانتخاب الأصلح. كما شهد المؤتمر في ختامه عددا من الأسئلة توجه بها 10 أفراد من الشباب من 6 إبريل وبعض شباب حزب النور وحزب الحرية والعدالة، وقام الإعلامي الدكتور توفيق عكاشة بالإجابة عليهم، وكان أبرزهم السؤال الذي وجه إليه:
لماذا اعتبرت من قتل في شارع محمد محمود غير شهيد؟ وأكد الإعلامي الدكتور توفيق عكاشة أن كل من قتل في شارع محمد محمود وكل من قتل في شارع مجلس الوزراء ليسوا شهداء، وقال ذلك بصوت حماسي، فهتف أهالي قرية دياس مؤيدين لعكاشة، وكما حملوه على الأعناق عند دخوله حملوه على الأعناق حتى سيارته، مؤكدين أن مصر لن يستطيع أحد تمزيقها. أحمد فرج وعاصم الشندويلي لبرنامج مصر اليوم من محافظة دقهلية الدائرة الأولى ومقرها المنصورة.